بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يسعد لي أوقاتكم وأينما كنتم. تحية طيبة لكم متابعين الكرام، ويسعدني انضمامكم إلينا. وأهم فقرة بالروتين العراقي يوم الجمعة هو السمك المسقوف وشاي المهيل على الفحم. عراق يوم الجمعة هنا البيت ينقلب شط العرب، من الصبح تبدأ التحضيرات والريحة توصل لراس الشارع. والجمعة بلا سمك مسقوف مثل الشاي بلا شكر. هي الأكل اللي تجمعنا وتخلي الصغير الكبير ينسى الموبايل ويركز بالصينية، وماكو أحلى من لمة الأهل وريحة الحطب ودهن السمك اللي تترس البيت خير وبركة. ومن نفرش السفرة بالأرض إلها طعم ثاني ما يحلى إلا بالقعدة العربية. ورا ما تخلص هوسة الشوي ومسح الصواني، وتبدأ مرحلة النحاس العالمي. البيت كله يهدى ويدور هنا المخدة. وبنات بيوم اللي أسوي سمك مشوي، أني إذا ما سويت تمن أحمر أسوي هذه الحشوة، وأسوي خبز تمن. هذه الحشوة أني أثرم البصل وأحمسه، وبعدها أخلي طماطة أيضا أثرمها، وأخلي من تستوي أخلي الكشمش، وأخلي نومي مطحون. والخبز التمن دائما أسوي ويا السمك الشوي كلش طيب، جربنه. وحبيت أتكلم بموضوع مهم وحلو ويفيدنا جميعا، شلون نحافظ على الطاقة الإيجابية ونحمي نفسنا من التأثيرات السلبية حتى يكون درع ويحمينا ويحافظ على توازننا النفسي والجسدي. أول خطوة نبدي بيها وضع حدود وعدم السماح للآخرين باستنزاف وقتنا ومشاعرنا، ونتعلم أن نقول لا وما نجامل على حساب راحتنا النفسية. تقليل الاحتكاك بالمحبطين، إذا كان هناك يعني أشخاص يشتكون باستمرار دون البحث عن حلول، نحاول نقلل الجلوس معهم. والخطوة الثانية هنا تنقية البيئة، المكان اللي نعيش به إلى تأثير بشكل مباشر على هدوءنا الداخلي. من الترتيب والتخلص من الكركبة الفوضى في المكان، لأن الفوضى تعكس في العقل. وهنا التهوية والإضاءة، أدخل أشعة الشمس وأجدد هواء الغرفة باستمرار، وأضيف لمسات بوجود نباتات طبيعية بالبيت حتى يقلل من التوتر. أما الخطوة الثالثة فهي العادات الجسدية الداعمة للطاقة. دائما الجسم الضعيف أكثر عرضة للتأثير بالضغوطات الخارجية. هنا أدخل النظام غذاء متوازن، أقلل من السكر الزائد، لأن السكر الزائد يرفع من مستويات القلق والتوتر. وأضيف لروتيني أيضا الرياضة، لأن حركة الجسم تساعد على التخلص من هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، وتفرز هرمونات السعادة. ونضيف شرب الماء ضروري كلش، لأن الجفاف يؤدي إلى الخمول الذهني ومما يجعل أكثر عرضة للأفكار السلبية. أما الخطوة الرابعة فهنا نخصص لنا باليوم ساعة أو ساعتين خاصة قبل النوم بساعة، بعيد عن الهاتف، عن الأخبار والضجيج السلبي. تصفية المتابعات، نحذف أو نلغي المتابعات أي حساب اللي يشعرنا بالإحباط والقلق. أما الخطوة الخامسة فهنا نحتاج إلى تفريغ نفسي، مثل ما جسمنا يحتاج إلى تنظيف أيضا عقلنا يحتاج إلى تنظيف يوميا. هنا نحتاج إلى تمرين التنفس العميق يوميا، نستخدمه، ناخذ شهيق عميق ونخرجه ببطء. هذا يخبر جهازك العصبي إنك بأمان. ونستخدم التدوين، الكتابة على الورق، نفرغ المشاعر السلبية بدل من كبتها في عقلك. أما الخطوة الأخيرة هي الامتنان، نركز على هذا النقطة، الامتنان، التركيز على 3 نعم بسيطة يوميا يغير كيمياء الدماغ من وضعية الدفاع إلى وضعية الاستمتاع. وبنات هذه النصائح هي الحماية من الطاقات السلبية، ليس هي الهروب من الواقع، بل حتى نبني قوة داخلية تجعلك تواجه الواقع دون أن تفقد سلامك النفسي. إذا استفادتم من فيديو اليوم لا تنسونا من الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة.
لتصلكم نصائح أخرى في الفيديوهات القادمة أول بأول. وشكرا على وقتكم، ونراكم في الفيديو القادم.